المملكة، السيدة المديرة العامة لوكالة واحات وشجر الأركان، السيد ممثل رئيس الجهة التجريبي مودون، السيد كاتب عام، السادة رؤساء الغرف، السادة رجال السلطة المدنية والعسكرية منها، السادة رؤساء المصالح الجهوية والإقليمية، السادة ممثلي وسائل الإعلام، السادة الأعيان، أيها الحضور الكريم، بداية مرحبا سهلا واهلا بكم جميعا مدينة آسا حاضرة إقليم الصزاك. حتى لا نطيل عليكم نظرا لضيق الوقت هذا التذكار، ونشكر السيد كاتب الدولة لتحمل عناء السفر والحضور معنا منذ ليلة البارحة، اللي صار معنا عدة ملحوظ بهذه الأقاليم حتى تعيش التنافسية الحقيقية وتصبح محطة وقطر اقتصادي واعد لن يتأتى إلا بفضل دعم جميع الشركاء وخاصة الحكومة ووزارة الإسكان على وجه الخصوص. شكرا السيد كاتب الدولة على الحضور المتميز. تذكار آخر خصص للسيد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية تحت تصفيقاتكم السيد كاتب الدولة حقيقة لكل الشباب تمارس العمل السياسي على مستوى المملكة، ونهنئهم بالثقة المولوية اللي حظوا بها الحكومة الجديدة. السيد كاتب الدولة شأنك شأن السيد كاتب الدولة في الإسكان، ندعوك لمزيد من التعاون. لولاية تقليم مودون، هذا اللي كنلمسوا فيه دائما داعي السيد الوالي المحترم، داعم حقيقي للتنميه في اقليم الصزاك على مستوى ديال الجهه، وداعم القبائل ايتوسا فين ما كنساو فين ما اشتغل هو راهو نعتبروه واحد من القبائل. الحمد لله واحد من اعياننا، جزاه الله عنا بألف خير. سي محمود خاصة على مستوى إقليم الصزاك، وأدعوكم للتسويق بحرارة لوكالة الإعلام السيد المدير العام ونشكر السيد مدير وكالة الجنوب لأنه أعطى واحد الانطلاقة فعلية جماعة المحبس، بفضل يعود وكالة الجنوب حتى في الإنارة العمومية والكهرباء ديال الجماعة والكويرات جماعة. شكرا للسيد المدير العام. تكريم آخر خصص للسيدة المديرة المحترمة لوكالة واحات. السيدة المديرة السيدة المحترمة رئيسة مجلس جهة تقليم مودون، تتفضل الأخت النائبة البرلمانية المحترمة الأخت نادية بوعيدة، ورئيسة لجنة الخارجية سابقا على مستوى مجلس النواب. شكرا الأخت نادية على حضورها معنا.
ومرة ثانية مرحبا وسهلا وأهلا بكل ضيوفنا، خاصة السادة رجال الأمن، الدرجة الملكية والقوات الأولى والقوات المسلحة الملكية. يلا